لو انت من الناس اللي كنت بتخاف من دكاتره الاسنان وانت صغير، وبسبب اللي حصل لك وانت صغير بتخاف ان انت تروح لدكاتره الاسنان وانت كبير، فبلاش ان احنا نكرر نفس الغلطه دي مع اولادنا. كل ما تجيبهم زيارات الاسنان دكتور الاسنان بدري، كل ما احنا هنقدر ان احنا نكتشف ايه المشاكل اللي ممكن تحصل لها بدري ونقدر ان احنا نتجنبها. بالتالي الطفل مش هيتعقد من دكاتره الاسنان لما يكبر. دلوقتي بقى في اجراءات وقائيه ممكن تتعمل تخلي الطفل ما يحتاجش انه سنانه انها تسوس، وما يحتاجش ان هو يوصل لمرحله انه ياخد بنج عشان يعالج سنانه. ولو الموضوع تطور اكتر من كده كمان، بقى في حاجه اسمها علاج بالليزر المائي، ده بيخليه ممكن انه ما يحتاجش ياخد بنج لو التسوس ما وصلش للعصب. طب ولو التسوس كبير ووصل للعصب، بنقدر برضو ان احنا نعالجه، بنحافظ على الضرس مكانه من غير ما يحصل خراج، من غير ما يحصل له مشاكل. النصيحه اللي انا بقدمها ان هو كل ما نقدر ان احنا نجيب الطفل بدري لدكتور الاسنان، كل ما كان التدخل بسيط وغير مؤلم وما يخليش الطفل يتعقد. وخصوصا دكاتره السنان بيفهموا في نفسيه الطفل ويقدروا ان هم يتعاملوا معاه. بلاش ان احنا بلاش ان احنا نسمع حكايه ان الطفل محتاج تخدير كلي من حد مش متخصص في اسنان الاطفال، لان ممكن اللي يقول لك ان الطفل محتاج تخدير كلي لما يجي لنا العياده نعرف ان احنا نتعامل معاه وما يحتاجش تخدير ولا حاجه. تقدر دلوقتي تسيب الاسم ورقم التليفون في الفورم اللي تحت، وحد من الفريق الطبي هيتواصل معاك، نحصل على جلسه استشاريه، شوف ايه اللي الطفل محتاجه بالظبط في اسنانه ونعالجه.